طيب بص بقى، تعالى نمسك بنترست ونشوف التصميمات الصعبة اللي موجودة عليه ونجيبها ونفهم التركات اللي فيها ونحللها واحدة واحدة كده ونشوف هل الموضوع سهل ولا صعب وهل يستاهل ولا لا. خلاص، انا كنت عايز اعمل السلسلة دي من بدري، ولكن انا كنت مستني فعلا الوقت المناسب عشان ابدأ فيها. بص كده يا صديقي على الديزاين اللي هيظهر قدامك ده. بص، النوع ده من التصميمات انا بحبه جدا. انا بعشقه، خصوصا في مجال السياحة. يعني بيدي شكل جميل ولطيف وبيبقى معاك الحريه ان انت تبدع شويه. خلاص، يعني عجبني فكره البحر المربع والمدينه من فوق والكلام ده. فانا شفت الديزاين ده على بنترست. خلاص، فانا جه في دماغي ان انا اعمل ديزاين شبه ده، ولكن اعمل حاجه مختلفه. ان انا مثلا اجيب تليفون فوق البحر ده واخرج منه طياره مثلا، او احط جوه التليفون الابلكيشن بتاع الشركه، فاهم؟ وغالبا ده مش من تاليفي، يعني عشان ما اقولكش ان انا جامد وخارق وكل الكلام ده. لا، انا شفت حاجه زي كده تقريبا برضه على بنترست وانا بعمل تغذيه بصريه. خلاص، انا بعمل تغذيه بصريه كل يوم، يعني كل يوم بخش على الموقع ده وكل يوم بعمل شغل وهمي وانا فاضي. تمام. طبعا انا خلاص لما شفت الديزاين ده كده الفكره اترسمت في دماغي. تمام. وقبل ما نروح للشرح، ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وكومنتك واشتراكك في القناه، عشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي جايه. ويلا بينا نبدا. رحت على الفوتوشوب وفتحت مقاس مربع، اي مقاس مربع، وليكن 1080 في 1080 في ريزوليوشن 200. لو جهازك ضعيف خلي الريزوليوشن على 72 عادي، ودوست كرييت. طيب اول حاجه كده عملتها الباك جراوند، رحت على الادجستمنت من هنا واخترت الجريدينت. خلاص، ورحت على البلوز اللي هو الازرقات يعني. خلاص، ودوست على اللون ده. هسيبها لك برده في الديسكريبشن عشان تختارها زي ما هي لو عايز تطبق ورايا، ودوست اوكي. طيب رحت بعد كده لمرحله الصور يا صديقي. انا جبت الصوره دي، فضلت اقلب في فريبك لحد ما لقيتها وفرغتها. طيب انا كتبت ايه عشان اجيبها؟ انا جيت هنا في السيرش وكتبت سي يعني بحر وجنبها 3 دي. خلاص، ظهر قدامي حاجات قويه كده زي ما انت شايف. عندك دي جامده قوي، ودي جامده جدا برضو، وعندك ايه تاني؟ عندك دي روعه، فاهم؟ ودي برضو. فانا فضلت ادور لحد ما لقيت الصوره بتاعتي، فجبتها وفرغتها بالبين تول، وهسيبها لك برضو متفرغه عشان لو حبيت ان انت تطبق ورايا. وصغرتها وجبتها في الجزء ده كده. هاجي على الشجره دي كده او الصخره دي، وهبدا ان انا اخد منها كوبي، وهقول لك ليه قدام. جبت الاوبجكت سيلكشن تول وبدات ان انا اقف هنا كده، ودوست كليكايه عمل لي عليها سيلكت. فعملت كنترول جي، دوست كنترول جي عشان اخد منها كوبي. طيب هقف بقى على اللاير دي، وهبدا ان انا اوزع الاضاءات والشادوهات بتاعتها. هاخد منها كوبي واروح على فلتر بلور، موشن بلور، وهخلي الرقم ده على 180. خلاص، والرقم ده من هنا على 22. وهبدا ان انا اعمل كنترول تي وهسحبها لتحت كده، وهبدا ان انا اضمها كده اهو. ظبط بقى بالكنترول من هنا ومن هنا لحد ما تحس ان هي اتظبطت معاك. تمام. طيب الجزء اللي ورا ده اللي معمول كده ده ما تشغلش بالك بيه، هنظبطه بالورب عادي. كليك يمين وهات الورب اهو ظبط كده بالورب يا صديقي اهو. جميل جدا جدا جدا. هقلل الفل بتاعتها وهخلي المود بتاعها على الاوفر لي. تمام. انا هبدا اسيح الاجزاء دي، انا مش هسيبها كده. خلاص، اعمل لها ماسك، وهبدا ان انا اجيب البراش تول العاديه جدا. ماشي، وهبدا ان انا اكبر السايز بتاعها، وهبدا من بعيد كده ان انا اسيح اللير بتاعت الشادو دي. خلاص كنترول يو بعد كده اقف على اللاير بقى، وكنترول يو، وابدا ان انت اسحب اللايتنس بتاعتها شويه، وخد منها كوبي بكنترول جي. بص، هتعمل معاك الافكت ده اكن هو بحر فعلا وعامل انعكاس على الارض. طيب هقف تحت خالص وهعمل نيو لاير، وهبدا ان انا اعمل الكونتاكت شادو، بس خلي الكونتاكت شادو ده يبقى تحت اللاير بتاعت البحر على طول. جميل. هدوس كليك يمين وهيجي لك الدايره دي. ابدا ان انت بططها عشان تبقى مقلوظه معاك بالشكل ده، وصغر بقى السايز واعوجها من هنا كده اهو، عشان تبدا ان انت تعمل الكونتاكت شادو ده. وصغر السايز من هنا يا صديقي اهو، ظبط كده. ابدا ان انا اجري في الجزء ده زي الفل. تمام زي الفل. طيب خلي بالك انا بشرح بسرعه، يعني ممكن الكونتاكت شادو ما بقاش عامله احسن حاجه. خلاص هقف على اللاير بتاعه البحر دي فوقيها، وهعمل نيو لاير فوقيها، واخليها كليبنج ماسك جواها، وهجيب البراش تول برضو واكبر كده السايز، وهبدا من ان انا من بعيد اغمق كده الاجزاء اللي قدام دي، على اساس ان الاضاءه انا عايزها تكون جايه من ورا. تمام. فانا هعمل الاضاءه من ورا، والاجزاء دي المفروض ان هي هتبقى غامقه معايا. تمام زي الفل. الجزء ده بقى اللي احنا خدنا منه كوبي، هنرجع للصور وهنبدا ان احنا نجيب الفون ده. هفتحه الفايل بي اس دي عادي جدا، وهجيبه معايا هنا هصغره بس شويه، وهجيبه ورا اللاير اللي خدنا منها كوبي. سهله جدا. طيب هكبر بقى الفون ده شويه عشان ده العنصر الرئيسي معايا اللي هيبقى جوه الابلكيشن، وهبدا ان انا اقف فوقيه، وهبدا ان انا اعمل نيو لاير فوقيه، وهجيب البراش تول، ولكن هخليها على اللينير دوج، واخلي اللون هنا على ابيض،
وهقلل الفلو لحد 5% مثلا او 4%، وهبدا ان انا ايه ادي كليكات هنا كده. بص هتحس ان هو بيديك لو تقلت ايدك، بص ايه اللي بيحصل، هيديك عمق كده هنا في التليفون وهو ورا البتاع اللي قدامه دي. تمام. طيب هقف بقى على اللاير بتاعت التليفون وهجيب الماجيك تول وهدي كليكايه كده عشان يعمل لي سيلكت على الابيض، وهاخد منها كوبي بكنترول جي. هقول لك ليه برضه واخليها معايا دلوقتي. طيب انا هرجع بقى للصور وهجيب الصوره دي اهو. اقول لك بقى التركايه هنا بقى ان احنا الصوره دي هنخليها معانا كانها صورتين. هخليها اول لاير تحت خلاص، وابدا ان انا اكبرها كده اهو، اصغرها سنه من هنا عشان تمثال الحريه ده يبان. تمام. هعمل لها ماسك وهجيب البراش تول وهعلي الفلو على 100%، وهبدا ان انا ايه امسح الاجزاء دي انا مش عايزها، وهمسح الجزء اللي هنا ده. تمام. جميل جدا. وهبدا ان انا اسحب منها كوبي وهمسح الماسك ده من اللي انا اخدت منها كوبي، وهبدا بكنترول تي اجيبها الناحيه دي بقى كده اهو، واكبر كده يا صديقي. جميل جدا. هعمل لها ماسك وهبدا ان انا ايه امسح كده من الاجزاء دي. جميل جدا. الخط الابيض ده انا مش عايزه، فهقف على الماسك وهبدا ان انا امسحه كده، اكتفي بس بالخط ده او هشيل ده مثلا. طيب زي الفل جدا جدا جدا. هنعمل ايه تاني؟ هرجع للصور وهجيب السكاي دي معايا اهو، واخليها تحت خالص برضو، واخلي المود بتاعها على سكرين خلاص، وهبدا ان انا ايه اصغرها كده هنا اهو. اخلي واحده منها فوق اللاير بتاعت المباني والابراج دي، ولاير تحت خالص في الباك جراوند، وهبدا ان انا ايه اكبرها كده. تمام. وهعمل لها ماسك وهجيب اداه الجريدينت وهبدا ان انا اسحب كده، مش عايزها تكون ظاهره معايا من الناحيه دي، وهقلل الاوباستي بتاعتها. طيب واللي قدام دي برضو هقلل الاوباستي بتاعتها عشان ما تبقاش كبيره قوي كده. هقف فوق خالص وهعمل نيو لاير وهجيب البراش تول، ولكن اللون اللي هو العسلي ده اللي هو رايح ناحيه الاورنج، وهبدا ان انا ادي كليكايه كده واخلي المود على سكرين، وابدا اجيبها في الجزء ده كده واكبرها. بص هتحس ان هي اديتك عمق برضو في التصميم، يعني اديتك لمسه جميله كده فاهم. بس وهقلل الاوباستي بتاعتها سنه بسيطه اهو. جميل جدا. هروح بقى للابلكيشن بتاع التليفون يا صديقي، وهجيب الابلكيشن احطه جوه اللاير اللي انا خدت منها كوبي دي خلاص. فانا حملت الابلكيشن ده من فري بيك عادي، يعني اي ابلكيشن احنا بنعمل شغل وهمي، وعملت عليه سيلكت كده، عملت على الجزء ده سيلكت اهو باي اداه سيلكت، وخدت كوبي منها بكنترول جي، وبدات ان انا امسح اللاير دي. جميل جدا. هبدا بقى ان انا اخليها كليبنج ماسك جوه اللاير دي. تمام. هبدا بقى ان انا اخليها كليبنج ماسك جوه اللاير بتاعت جوه اللاير اللي انا خدت منها كوبي دي، فخليها كليبنج ماسك كده وكنترول تي، هاتها هنا كده بقى ايه، وابدا ظبط من الكورنرات دي وانت مثبت صباعك على كنترول اهو. شد من هنا كده ومن هنا كده، بص على حسب بقى ما تتظبط وعلى حسب ما عينيك تحسسك خلاص ان هي ظبطت خلاص. اول ما تحس ان هي اتظبطت جوه الفون تمام. طيب عملنا تصميم شياكه جميل، شفنا تصميم على بنترست جبناه، عملنا حاجه مختلفه خلاص. فلو السلسله دي عجبتك يا صديقي اكتب لي في الكومنتات وقول لي عايزنا نكمل فيها ولا لا. تمام. طيب اخر حاجه ممكن نعملها ايه؟ ممكن ان احنا نجيب الحمام ده نخليه فوق هنا كده مثلا اهو، ده بيدي شكل جمالي برضو. ممكن بقى ايه تكتب التكست بتاعك. تمام. خلينا بس ناخد كل الليارات دي كده نصغرها او نكبرها على حسب ما عيننا تريحنا اهو. ممكن اكبر كده واجيب في الجزء ده. تمام. والجزء اللي فوق ده اكتب فيه التكست، وهنا الهوت لاين مثلا والايقونات بتاعت السوشيال ميديا خلاص. فانا بس بنقل لك الفكره وانت خد الفكره ابدع، انت ممكن تعمل حاجه احسن مني، انا بس بساعدك. وبس كده يا صديقي، وبكده اكون وصلت معاك لاخر الدرس. لو الفيديو عجبك فعلا واستفدت كومنتك الجميل، لان ده اللي هيشجعني ان انا اكمل، ولايك على الفيديو واشتراكك في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي جايه. واشوفك على خير في الفيديوهات جايه احسن واحسن. سلام.